الشابة فاطمة سومر أو خولة الجزائر كما يحب أبناء بلدها تسميتها نسبة إلى الصحابية المجاهدة خولة بنت الأزور. هي عمة وأم كل الجزائريين أو كل الأفارقة. ولدت لالا فاطمة عام 1830 في عين الحمام في الجزائر، وهو العام نفسه الذي احتل فيه الفرنسيون البلاد، وحملت اسما سومر نسبة إلى قريتها. ترعرعت في بيت أبيها الذي كان أحد أبرز رجالات الصوفية في زاوية الشيخ سيدي أحمد أمزيان شيخ الطريقة الرحمانية. وبعد وفاة والدها انتقلت للعيش في بيت أخيها الذي علمها القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وعزز فيها صفات الزهد والحكمة والذكاء التي اشتهرت بها بين القبائل آنذاك. تجربة النضال بدأت مبكرة للشابة الجزائرية، إذ انتظمت في مقاومة الفرنسيين منذ منتصف القرن ال19، واتصلت بالزعيم الجزائري محمد بن عبد الله الملقب ببو بغلة للدفاع عن جبال منطقة القبائل، فتشاركا معا في معارك كثيرة وأنقذته من الموت في إحدى المواجهات بعد إصابته. في سجل فاطمة عدة انتصارات على الفرنسيين، منها معركة وقعت في 18 من يوليو تموز عام 1854 وأجبرت الفرنسيين على التراجع، مخلفة أكثر من 800 قتيل في صفوفهم، منهم 25 ضابطا بالإضافة إلى 371 جريحا. هذه الهزيمة المذلة دفعت فرنسا إلى تجنيد جيش قوامه 45,000 يقوده الجنرال روندون. انطلق الجيش إلى قرية آية سورك للقضاء على قوات فاطمة سومر المكونة من 7,000 متطوع تؤازرهم عشرات النساء. وكان من نتائج هجوم الفرنسيين أن أسرت فاطمة ووضعت هي وبعض النساء في سجن يسر وسط الجزائر تحت حراسة مشددة. وفي سبتمبر أيلول من عام 1863 توفيت فاطمة سومر على إثر مرض عضال. فارقت الحياة، لكن أثرها ظل حيا في الجزائر وأصبحت رمزا لحركات التحرر في العالم. وما يزال الجزائريون حتى اليوم يرددون اسمها وكأنها إلياذة ثورة المليون شهيد. وتذكر ثورتنا العارمة بطولات سيدتي فاطمة.